احنا النهارده معانا ملك الاورجانيك كونتنت، ابراهيم صاحب براند اكس كار تاجز. عاوزك كده تقول مين ابراهيم وايه هي اكس كار تاجز. ازيكم يا جماعه، انا ابراهيم البدوي. اكس كار تاكس ده بزنس بيبيع اكسسوارز للعربيات وكده. بقالنا سنتين شغالين الحمد لله او اكتر، وعندنا حوالي نص مليون فولور على كل البلاتفورمز. انت ازاي عرفت توصل ل 120 الف فولور اورجانيكلي من غير اي بيد ادز، من غير اي حاجه؟ بس في الاول خالص يعني انا اشتغلت بادز، بس انا كنت يعني لسه ببدا فمش فاهم الكلام فيها خالص. مم. ووصلت بيها مثلا حوالي 3000 فولور. كان الموضوع مكلف وبرضه بطيء جدا يعني، لحد بقى ما اتعلمت من حد بروفيشنال ازاي اعمل اورجانيك كونتنت. والحمد لله الكونسيستنسي والحاجات دي كلها ساعدتني ان انا اوصل للرقم ده. برضو كان في بروفيشنال هيلب يعني من حد معروف برضو، كان بيساعدني في الموضوع ده. من اللي انت اتعلمته، ايه الحاجه مثلا، ايه كانت التيرنينج بوينت؟ فجاه مره واحده فجاه لقيت فولورز 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 فولورز. كنت شغال عادي بالادز زي ما قلت لك، ما كانتش جايبه ريزلتس قوي. وبعدين كنت شايف ان في فايرال ماركتنج، في طرق تانية دي للهدف بتاعي ان انا ازود فولورز وكده. وكان في حد بروفيشنال اللي هو محمد فاروق لو انت عارفه. آه، كان بيقدم خدمه كوتشنج، اخدت معاه كوتشنج والموضوع ده فادني جدا. وانا كنت عارف الحاجات اللي المفروض اعملها عشان اجو فايرال، بس مش عارف ايه الغلط اللي انا بعمله بقى. فحد صحح لي الغلطات اللي عندي، ولقيت ريزلتس على طول الحمد لله. وكونسيستنتلي امبروفد بقى يعني من اول هنا يعني. هي دي كانت التيرنينج بوينت. وبرضه دلوقتي احنا في تيرنينج بوينت تانية الصراحه. وانا معاك يعني، انا كنت خلاص وصلت البيك للفايرال ماركتنج في السيلز مثلا، وكنت كونسيستنت عليه. فكنت عايز بقى تيرنينج بوينت تدفعني للمرحله اللي بعد كده. علشان كده بدات الميديا باينج الكوارتر ده، والحمد لله قبل ما الكوارتر يخلص يعني انا شايف ان الريزلتس احسن بكتير. حلو قوي. نيجي في حته بقى الميديا باينج. دلوقتي احنا براند اكس كار تاجز حاليا هم كلاينت معانا، احنا شغالين مع بعض. عاوزك كده تقول رايك عامه، ك... احنا كسيرفيس وكمثلا فرق في المبيعات. يعني انت لاحظت مثلا جروث قد ايه في المبيعات من ساعه لما بدانا نشتغل على طول مع بعض؟ بس انا زي ما قلت لك، انا كنت وصلت للبيك بتاع الفايرال ماركتنج يعني، اشتغلت في الكوبيت سيلز كويسه جدا الحمد لله، من غير ما ادفع جنيه في ادز. بس قعدت مثلا كوارتر كامل كونسيستنت في السيلز دي. فكنت عايز بقى اشوف ايه اللي ممكن اوصل له لو انا دفعت كمان ادز مع الفايرال ماركتنج. فجربت الموضوع ده معاك برضو، علشان انا بحب لما اعمل حاجه اتعلمها من حد بروفيشنال او اعملها مع حد بروفيشنال. فجيت لك لان انا كنت واثق فيك الصراحه، كنت عامل لك فولو ساعتها. والحمد لله من اول شهر اصلا لاحظت الفرق في المبيعات. عدينا ال ال البيك بتاعنا. عملنا يعني نيو سيلز ريكورد في الشهر ده، وكل شهر عمالين بنحسنها. احنا في ثالث شهر دلوقتي. ساعه لما بدانا انت فعلا انت كنت في بيك، كنت في حته كده مخنوق فيها، مش عارف تعدى، لان كده كده الفايرال ماركتنج حلو قوي، بس هو طبعا غير اللي هو مش كونسيستنت. يعني انت بتعتمد على حاجه بالظبط، هو فتره. محتاج كونسيستنسي مش عاديه يعني. انت محتاج تبقى بتنزل فيديوهات كل يوم او كل يومين مثلا، علشان تشوف بقى تحسن وكده. بس الموضوع ده علشان انا بعمل فيديوز بنفسي وبعمل اديتنج بنفسي وكل حاجه، فبياخد وقت مني برضو مع اداره بقى الحاجات الباقيه بتاعت البيزنس والسيلز، وان انا البرودكشن والكلام ده كله. كان بياخد وقت جدا مني، فعشان كده ما كنتش كونسيستنت في اخر فتره. بس اللي فعلا فرق معايا في الاول كونسيستنسي. يعني مثلا اول شهر اللي انا طلعت من 3000 فولور لحد 30000 فولور دول، انا كل يوم كنت بعمل فيديو كنت بنزله. وفي ايام كنت بعمل فيها فيديوهين. وطبعا كانش في احسن من كده، ما كانش في جروث اسرع من كده في الفتره دي. هي اهم حاجه في الفايرال ماركتنج، او عامه لاي حد عاوز يكبر البراند بتاعه بالاورجانيك كونتنت، هي الكونسيستنسي، صح؟ اه، هما ثلاث حاجات بالظبط. اول حاجه فيهم الكونسيستنسي، ان انت تبقى بتنزل حتى لو انت مش شايف ريزلتس. الريزلتس دي هتعمل زي كومباوند انترست كده. اليوم ده هتتعلم حاجه من الغلطه اللي انت عملتها هتحسنها. تاني حاجه في الثلاث حاجات اللي قلت المهمين، هي الفيدباك. انت تانلايز اللي انت عملته في الفيديو اللي بتاع امبارح او بتاع النهارده، عشان ما لو في مثلا غلطه تتعلم منها وما تعملهاش في الفيديو الجاي. تشوف لو الفيديو ده بتاعك النهارده فايرال، تعرف ايه اللي خلاه فايرال، ايه السبب اللي خلاه يعني شد انتباه الناس وجاب فيوز اكتر، وتعملها تاني. تدبل داون اون ذا ايديا. انا بعمل ده دلوقتي على طول يعني، لما بشوف فكره ناجحه عندي بعملها تاني بس المنتج تاني مثلا وبتنجح برضه.
واصلا انستجرام سهل الموضوع ده جدا. هبقى اوري لك تركايه في الاخر لو ينفع اعمل سكرين طبعا. ريكورد او حاجه. آه، تعرف فيها ايه الغلطه اللي في الفيديو بتاعك، الريتنشن ريت وكده، دي بتقرا لك الفيديو بتقول لك ايه الغلطه اللي فيه. ثالث حاجه بقى ان انت تاخد بروفيشنال هيلب. يعني زي ما قلت لك التيرنينج بوينت الاولانيه اللي خلتني كويس جدا في الفايرال ماركتنج، هي ان انا شفت حد ناجح في المجال اللي انا عايز اتحسن فيه واتعلمت منه. او تشوف مثلا حد ناجح برضه في المجال اللي انت فيه وتقلده لو انت ما تعرفش تتواصل معاه وتاخد منه نصيحه دايركتلي. وعلشان كده برضه لما دخلت في الميديا باينج قلت ادخل معاك لان عارف ان انت حد كويس في المجال بتاعك، فبرضه ده هيفيدني. انت ركزت عليهم الفايرال ماركتنج هيكون سهل قوي بالنسبه لك. اول حاجه كونسيستنسي، ثاني حاجه الفيدباك، وثالث حاجه هي البروفيشنال هيلب او ادفايس. طب في الحتة التالتة بقى اللي هي الادفايس، انت مش بتفكر تعمل اي كونسلتيشنز او اي حاجة؟ اعتقد في ناس كتير قوي هتبقى محتاجة حاجة زي كده، لان انت ما شاء الله انت كبرت براند اورجانيكلي. وكمان عاوز اجيلك في الحتة اللي انت ما شاء الله انت الارقام بتاعتك في الفيديوهات كونسيستنت، يعني مش لا لا، في. الصراحة يعني الصراحة مش الفيديوهات مش كلها كونسيستنت. يعني في برضه حاجة في الفايرال ماركتنج طبيعية مم. ولازم تتعلمها، ان الفيديوز مش لازم تكون كونسيستنت. يعني انا مثلا دلوقتي عندي 126,000 فولور، بس ساعات بنزل فيديو ما يجيبش 10,000 فيو، فتكون على حسب حاجة انت عملتها غلط في الفيديو. طبعا برضه بتعمل فيدباك، مثلا تلاقي ان الهوك كان وحش مثلا، فدي حاجة لازم تبقى متعلمها في الاورجانيك كونت. انما على عكس الميديا باينج، لو انت عندك ويننج اد هيبقى كونسيستنت في السيلز مثلا. دي حاجه برضه لازم تبقى عارفها. معلش سؤال، كنت بتسالني على حاجه بس نسيتها. حتة البروفيشنال هيلب، انت مش اه انا بتفكر تعمل اي كونسلتيشنز او اي حاجة؟ الصراحه بفكر، بس دلوقتي انا ما عنديش وقت لان البيزنس واخد وقتي كله يعتبر. وممكن في المستقبل يعني، ممكن ان شاء الله يعني، بس دلوقتي لا. مع السكيلينج اللي حصل ده، الاوبريشنز عندك حصل برضو اه اكيد فول بالظبط، ستوب. هو في حصل فعلا جروث رهيب في الشهرين اللي فاتوا دول، فعلشان كده الموضوع واخد مني وقت زياده عن الطبيعي. فهو ده اللي بحاول اظبطه. طبعا ده يوفر لي وقت بعد كده يعني. بالظبط، ودي اكتر حاجة واهم حاجة عامة في اي بيزنس لما يجي يكبر. الفترة دي بتبقى صعبة، يعني في ناس بتفتكر اللي هو ايه ده، انا الحمد لله ايه ده هكبر البيزنس بتاعي وهبتدي اعمل ارقام اكبر، فاكرين ان مم. هي دي هتبقى حاجة كويسة. بس لا، يعني زي ما كنا شفنا مع بعض، ستوك خلص. ولما اه ستوك بالظبط يخلص، يعني. وبالذات لما كل ستوك حاجه يخلص من حاجة بس سيلينج، فالدنيا بتقع. فاهم. برضو يعني انا كنت ناوي ان انا اعمل فيديوهات اكتر. انا حتى انت بتطلب مني فيديوهات بس انا مش ناوي ان انا اعمل فيديوهات يعني لحد دلوقتي. آه، ببقى عامل بلان ان انا اعمل فيديو، بس مثلا السكيلنج او ان في مثلا سيلز زياده بتخليني مثلا اتشغل في حاجه تانية، اتشغل مثلا ان انا حتى الاقي البرودكت لانه بقى بيخلص بسرعه قوي الحمد لله يعني. فحتى دلوقتي في برودكتس كتير سولد اوت بسبب مفيش ستوك حتى في السوق يعني. حتى في المشكله دلوقتي بره، خرجت بره ايديا يعني، مش عارف احلها. بس بحاول اتصرف يعني الحمد لله. الحمد لله ان احنا عندنا مشاكل من المشاكل اه يعني الحلوة دي. الحمد لله دي مشكلتنا مش مشكلتنا، اه. بالعكس. ز- الحمد لله. انا بحمد ربنا دايما على كده. اكيد انت كانت بتحلم ان انت يبقى عندك المشكلة دي. اه يعني الواحد بيبقى بيحمد ربنا كل يوم والله ان هو عنده المشاكل دي، مش المشاكل العكس اللي هو مش عارف يخلص الستوك اللي عنده. جدا الصراحه الفرق بقى ما بين الاورجانيك كونتنت والميديا باينج اللي انا حاسه دلوقتي، ان الميديا باينج الصراحه بتخليني كسول اكتر شويه من الاورجانيك كونتنت. مم. الاورجانيك كونتنت مثلا كان في يوم الاقي ان السيلز واقعه جدا، وده بيبقى معناه ان انا محتاج انزل كونتنت كتير يعني، أو محتاج ازود الكونتنت علشان يجيب فيوز اكتر. الميديا باينج بتخليني كسول شويه، ان حتى ومثلا انا مش عامل كونتنت جديد بس كونتنت قديم جايب سيلز لحد دلوقتي، بستخدمهم ان انا مثلا ازود ادز او حاجه، فبيجيب لي كنت بيجيب لي سيلز كتير برضه. بالظبط. هي دي احسن حاجة مم. في في الميديا باينج، ان هي فعلا كونسيستنت. يعني ممكن كده كده في ايام بتقع، اكيد مش كل الايام يعني هتبقى اه حلوة، بس بتبقى كونسيستنت اكتر من الاورجانيك. يعني كل زي ما كنا بنقول كل براند بتوصل لمرحلة وخلاص لازم بقى تبتدي ايوه تعمل ميديا باينج. بالظبط. وتبتدي صح، يعني تبتدي برضو صح. تبقى عشان فاهم اورجانيك كونتنت علشان تبقى بتعمل ويننج ادز، وفي نفس الوقت تبقى فاهم ميديا باينج علشان الويننج ادز
تعرف تصرف عليها اكتر، واللي مش شغال كويس توقف عليه بدل ما تخسر فيه يعني. بالظبط، هي لعبة الميديا باينج أكيد. إحنا بقالنا حوالي دلوقتي أعتقد شهرين مع بعض. اه ويننج ادز هي لعبة عبارة عن إيه؟ أول حاجة خالص في السيستم عامة يبقى عليك على البرودكت بتاعك ديماند كويس. فلما اه بنقفش مثلا ان البرودكت ده اكتر حاجه بيتباع واكتر حاجه عليها ديماند، فبنقوم عاملين ايه؟ بنقوم عاملينه بقى الكريتيفز اللي انا بقعد اطلبها منك بالظبط. وازهقك كل مره. ايوه انا عاوز ارجع لك في نقطه ان حته اللي هو الفيديو يضرب، لان في ناس كتيره قوي طبعا كونسيستنت وبتاع، بس برضو اللي هو ايه مش عارفه ايه السر اللي هو او ايه اهم حاجه يركزوا عليها في الفيديو عشان الفيديو ده يضرب. فايه اه هي اه. اهم حاجه من اللي انت لاحظته طبعا من السنتين الخبره؟ ايه الحاجه اللي لاحظتها زي باترن في كل الفيديوهات هي دي اللي بتخلي الفيديو يضرب؟ بص انت هقول لك هاك، لو انت عايز تخلي كل الفيديو تبقى فايرال، شوف اول حاجه الفكره كانت ناجحه مع حد في نفس المجال بتاعك. يعني يعني في مثلا انا في الاول مجال العربيات. بيعمل ريسيرش، في الاول يعمل اه ريسيرش. اعمل ريسيرش الاول، شوف الاوتلايرز، الفيديوهات اللي جايبه فيوز عاليه زياده عن الطبيعي. مثلا فيديو جايب اكتر من مليون فيو عند حد من المنافسين بتوعك، خد نفس الفكره وحط عليها التعديل بتاعك، الفيرجن بتاعتك منها. حتى لو لاحظت لما بيطلع ترند جديد وحد تاني بيعمله بيجيب فيوز دايما، لان هي الفكره نفسها ناجحه. انت بقى حاول تشوف فكره ناجحه دلوقتي عند كومبيتيتور بتاعك، وخد نفس الفكره وحط عليها التاتش بتاعك، ما تبقاش برضو عيل رخم وتاخد نفس الفيديو تنزله عندك. عشان الموضوع ده بيحصل معايا يعني. بس حط التاتش بتاعك، وهو ده اللي هيخليك تجيب اي فيديو يفايرل يعني. تاني حاجه برضو زي ما قلت لك، ان في دلوقتي ريتنشن جراف كده على في الانسايتس بتاعت انستجرام، انت ممكن تشوف فيه ايه المشكله اللي في الفيديو بتاعك. انا دلوقتي مش هعرف اعمل سكرين شير تقريبا، او لو متاح قول لي وانا هوري لك ازاي تقراها او تفهمها. ماشي، لو يعني تعرف استنى. تسكرين شير مع بعض يلا بينا دلوقتي. بص هتفتح الريلز انسايتس بتاعتك في اي فيديو، بعدين هتشوف الجراف بتاع الريتنشن. ما دام الريتنشن في ناس كتير عدت اكتر من 50% عدوا اول 5 ثواني، معناها ان الهوك كويس. بعدين كم كل ما الواتش تايم يعلى، ده معناه ان الفيديو يعني بيشوفوا ناس اكتر، او الناس مستمتعه بالفيديو ده، فالالجوريثم بيفهم ان الفيديو ده انترتيننج وبيوديه للناس اكتر من كده. المشكله مثلا عندي في الفيديو ده، حتى لو لاحظت الدروب هنا في اخر كام ثانيه، اخر مثلا 5 ثواني، امم. ده معناه ان الكول تو اكشن بتاعي ما كانش احسن حاجه. امم. انما الهوك بتاعي حلو، يعني ممكن استخدم نفس الهوك ونفس البادي حتى، بس اغير الكول تو اكشن بتاعي علشان الفيديو يجيب فيوز اكتر ويجيب سيلز اكتر. لو شفنا فيديو تاني مثلا زي ده جايب فيوز اقل بكتير، هنبص على الريتنشن جراف بتاعه، هتلاقي ان نسبة اقل بكتير جدا شافوا اول 5 ثواني. امم. فبالتالي الالجوريزم فهم ان الفيديو ده مش جذاب قوي يعني للفيورز، وقلل الناس خالص ان هي تشوف الفيديو. حتى هنا هتلاقي ريل سكيب ريت 56% من اللي شافوا الفيديو عملوا سكيب على طول. لو رجعت هنا الفيديو اللي جايب فيوز احسن شويه، هتلاقي ان السكيب ريت 42%، وان الفيو تايم بص 51% لحد 5 ثواني. لو جبنا بقى فيديو فعلا كويس، ننزل تحت كده نجيب فيديو كويس قوي مثلا ده. هنا كان الريتنشن ما كانش جاي لسه في الابديت ده، في الابديت الريتنشن جراف اهو بص 53% كملوا لحد هنا. معناها برضو نفس الكلام ان الهوك حلو، فناس كتير اتفرجت على الفيديو، والبادي برضو ما فيش فيه دروب. الحاجه الوحشه برضو هي الكول تو اكشن شويه في الفيديو ده. امم. طيب والافريج إيه؟ واتش قول لي. الافريج واتش تايم كل ما يعلى، ده احسن للالجوريثم. الالجوريثم بيفهم ان الفيديو ممتع للناس وبيخليه يظهر للناس اكتر. يعني اهم حاجه يعني والشخص هو جاي يعمل الكونتنت او الفيديو ده يركز على الواتش تايم. بالظبط، هو الواتش تايم هي احسن مترك ان انت تقيس بيه الفيديو هينجح ولا لا. كل ما الواتش تايم يكون اعلى،
الفيوز بتكون اكتر، والالجوريزم بيوري الناس مش عامله لك فولو اكتر. يعني امم. مثلا الفيورز عندي، بص قد ايه، كام في المية؟ 80% نون فولورز. حلو قوي. ده علشان بص الجراف هنا عامل ازاي، قد ايه قد ايه ناس كملت لحد 8 ثواني. فعلشان كده الفيورز عندي في الفيديو ده اعلى بكتير. في نوعين من الكونتنت في الاورجانيك. آه، النوع الاولاني عايز تجيب بيه فولورز، ده بتعمل فيديو ما فيهوش سيلز خالص. ده بيبقى الهدف بتاعه بس ان انت تجيب فولورز مثلا. تعمل فيديو عن حاجه الناس مهتمه بيها جدا، في المجال بتاعك برضو، بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها. تشوف فكره ناجحه وتتعلم من الناس يعني هي ناجحه ليه، او تشوف ايه اللي ناجح فيها وتعمله عندك بالتاتش بتاعك، وما يكونش فيه اي حاجه سيلز. ده الهدف بتاعه بس ان انت تجمع فولورز. الفيديو التاني بيكون مثلا عن البرودكت بس. برضو ممكن تعمل ميكس ما بين الاثنين. انا اشتغلت بالثلاث طرق دول. الميكس ما بين الاثنين، تبدا الفيديو مثلا بهوك يكون بيتكلم عن حاجه معينه مثلا. احسن ثلاث، يعني في المجال بتاعي انا عملت الفيديو ده كتير، احسن ثلاث عربيات مثلا فيراري في مصر. بعدين اتكلم عن اول عربيتين، وبعدين احط الجزء اد كده في النص اللي هو بقول له قبل ما اقول لك على الثالثه، تعالى اقول لك مثلا على البرودكت بتاعي ده. وبعدين تبيع شويه ما تطولش برضه على الفيور، وبعدين توري له اخر مثلا جزء من الفيديو. الحاجه اللي هو مستنيها اصلا. فهم. اه، الحاجه اللي هو مستنيها انت بتستخدمها اصلا ان انت تعلي الواتش تايم، اللي هو علشان تعرف الحاجه الثالثه دي بقى استنى، يعني خد الاد مني. فانت وبرضه انت اه مش هدف كده بتاعك ان انت انت تبيع. كده جبت فيوز اه، وكمان جبت من ناحيه سيلز سيلز. بالظبط. الهدف بتاعك يعني مش ان انت تبيع لكل الفيورز، انت بس تبيع للي مهتم بالبرودكت، مش لازم تبيع لكل الفيورز. يعني في فيديوز عندي جابت اكتر من مليون فيو، بس يعني السيلز فيها هتلاقي مثلا 100 سيل. ده امم. لان مش كل الناس طبيعي يعني ان هو يكونوا مهتمين. زي اي حد بيدخل مثلا يكلمني عايز يشتري البرودكت، يعرف سعره. كتير قوي ما مش بيشتروا، بس في برضه النسبه المهتمه ان هي تشتري بتشتري فعلا. فانت كل ما تعلي بقى الفيورز وكل ما تعلي من الترافيك، هيجي لك ناس مور لايكلي ان هي تشتري. حلو أوي. طب لا، في الحته دي بالذات في ناس طبعا بتعمل كونتنت وزي ما انت بتقول بيجيب فيوز كتيره، بس ما فيش ناس كتيره بتعرف يعني تمونيتايز الفيورز، يعني تخلي مونيتايز يعني اللي هو تخلي. مش بتعرف تخليهم يعملوا فولو مثلا او. لا، مونيتايز اللي هو من الاخر تعمل فلوس من الفيورز بقى. يعني انا خلاص انا دلوقتي شخص بيجي لي فيوز كتيره، بس الفيوز الكتيره دي مش بيجي منها سيلز، فانا عاوز اعمل مونيتايز للفيورز دول اللي هم يشتروا، او الفيورز دول اقلبهم اللي هم يبقوا كاستمرز عندي. فايه اكتر حاجات مهمه؟ هل هي مثلا السي تي اي او ايا كان هي ايه؟ ايه الحاجات اللي بتخلي الناس مم. تبقى كاستمر عندك وهم كانوا فيور؟ بص، هو ممكن يكون المشكله في الكول تو اكشن في الفيديو اللي انت بتقول عليه مثلا. لو في فيوز كتير بس مش ناس كتير بتشتري، زي ما انا وريتك في فيديو كده من فيديوهات الريتنشن، الكول تو اكشن بتاع الناس قلت قوي فيه، معناه ان الكول اكشن بتاعي ما كانش حلو. فممكن تغير الكول تو اكشن، تجرب بطريقه تانية. ممكن تعمل الفيديو ده، ما دام انت بتعرف تجيب فيوز، جيب فيوز واعمل خلي الناس تعمل لك فولو. وفي فيديو تاني خالص اعمل سيلز فيديو، يعني من اوله يكون سيلز. فالناس اللي عملت لك فولو قبل كده هتشوف الفيديو ده وممكن يشتروا بقى. الناس اللي مهتمه انها تشتري هتشتري. يبقى الفيديو يعني لازم ينوع في الكونتنت، مش كل الفيديوز يبقى بيبيع فيها، مش كل اه بالظبط. الفيديوز يبقى يعني اللي هو بيجمع فولورز او عاوز فيوز وخلاص. بالظبط، اه، انت لو تعرف تعمل ميكس ما بين الاثنين، ان انت تبيع وتجيب فيوز في نفس الفيديو، كده انت اتعلمت الاورجانيك ماركتنج وهتكسب فلوس كتير جدا منه. لو عرفت تعمل اللي هو فيديو يكون سيلز فيديو بس يجيب فيوز. وزي ما وطبعا بتجرب بقى شويه في الاول، يعني في الشهر اللي انا قلت لك فرق معايا قوي ده، جربت فيه انواع كتير من الكونتنت، اللي هو لحد ما شفت ايه بقى الفورمولا اللي بتنجح معايا. مم. واتعلمت بقى ان انا اطبقها تاني واقعد اعمل لها ريكريشن، اغير فيها حاجات بسيطه علشان برضو اجدد يعني. طب انت من وجهة نظرك ايه اكتر غلطة الناس المبتدئين بيقعوا فيها لما بيبقوا عاوزين يبتدوا اللي هو الاورجانيك ماركتينج؟ ايه اكتر حاجة البيجنرز بتقع فيها؟ اولا ان هم بيسمعوا ادفايس من حد مش فاهم اصلا في اللي هو بيتكلم فيه، او حد ما جربش الكلام اللي هو بيقوله. مم. فالادفايس دي بتوديهم في داهيه.
دايما لو عايز تاخد ادفايس خدها من حد انت عارف ان هو نجح في المجال اللي بيتكلم فيه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان هما بيكويت تو سون، يعني ان هو انت ما كملتش، يعني جرب، اقعد حاول حاول حاول. يعني اكس كارتاكس دي ما كانتش اول حاجه انا اعملها، فعملت حاجات قبل كده وفشلت، وبعدين اكس كارتاكس عشان برضو بقعد اجرب قامت ناجحه معايا الحمد لله يعني. فانت بتكويت تو سون وبتسمع ادفايس من حد اصلا مش فاهم في المجال اللي هو بيتكلم فيه، فدول بيودوك في داهيه. فاهم وبرضه حاجه. حاجه تانية مم. مش في الكونتنت، يعني ان هو ساعات بينتج قبل ما يبيع او قبل ما يعرف ان هو البرودكت بتاعه ممكن يبيع. دي برضه كارثه، يعني انت بتخسر. لو المنتج ده قلش انت خسرت. انا رايي برضه ان انت تتست الاول، يعني تشوف البرودكت بتاعك ده هيجيب مع الناس ولا لا، وبعدين تبدا تبروديوس. فبرضه يعني زي ما البرودكت ديماند مهم قوي في الادز، هو مهم قوي برضه في الفايرال ماركتنج او كده كده الاورجانيك. مهم. بالظبط انا لو اه. لقيت واحد بيقلد زي ما انت كنت بتقول، لو واحد ده انا عارف انه بيقلد ده فهتقفل منه. بالظبط، انت لازم عشان كده قلت لك ان انت ما تقلدش الفيديو 100%. حط بقى الاختلاف بتاعك. مثلا انا بعمل فولو اصلا لاي حد بيكون بيعمل كونتنت بطريقه جديده، او مثلا كونتنت بيشد. يعني في ناس بعمل لها فولو لوكال براندز، انا مش مهتم بالبرودكت اللي بيبيعه، بس مهتم بالطريقه بتاعت الكونتنت اللي بيعملها. ممكن ممكن اتعلم من اللوكال براند بتاع الهدوم ده حاجه واستفيد منها واقلدها في الكونتنت بتاع العربيات. انت برضو ممكن تعمل كده، تشوف حد في مجال تاني مثلا زي بتاع العربيات او زي بتاع مثلا بيرفيومز او مثلا اي كونتنت تاني عموما. يعني مثلا انا عامل فولو للناس بتاعت ريل استيت، هل انا ببيع ريل استيت؟ لا، بس بتعلم منه حاجات في الكونتنت بتاعه ممكن اطبقها في النيش بتاعي. والتجربه وكده مش هتخسرك حاجه. لو انت بتجرب في الفايرال ماركتنج الكوست زيرو عليك. انت بس محتاج تجرب وتاخد فيدباك، وبعدين تصلح اللي انت غلطت فيه، وهتلاقي نتيجه. خبرتك انت، ايه اقوى سي تي ايه انت جربته؟ يعني سي تي ايه اللي هو دايركت تخش دلوقتي على الويب سايت تشتري، ولا مثلا حاجة تانية؟ بس كده كده ما فيش حد بيبقى حابب ان هو بيتباع له. فطول ما مم. انت بتخلي الموضوع ناتشرال اكتر، او ان هو مش ما فيهاش خش دلوقتي اللي هو فيهاش غصب ولا حاجه، الزبون بيكون مرتاح اكتر، فاهم؟ فانت جرب، انا جربت كتير جدا، واللي بيبقى ناجح معايا اللي هو الناتشرال قوي في الاخر. انا دلوقتي بقيت معظم الكونتنت بتاعي بيبقى سيلز فيديوز، لان انا عرفت الفورمولا خلاص بتتركب ازاي. فبقيت بعمل سيلز فيديوز على طول وبحاول اجيب بيها فيوز على طول. وفي الاخر هو بيبقى عارف من الاول ان هو بيتفرج على البرودكتس دي، فهو عارف ازاي، عارف ان انت كده كده بتبيعهم. بس بقى انت تقول له يشتريهم منين، يعني مثلا يكلمني على الواتساب علشان لو عايز يعمل مثلا ديزاين معين، او يدخل على الويب سايت لو عايز ديزاين من الجاهز. فانت انت بتوجهه اكتر ما انت، عشان زي ما انت قلت اه فعلا انا الناس بقى مش بتحب اللي هو حد يبيع له حاجة، فانت بتوجههم بطريقة لطيفة اكتر ما بتقوله خش دلوقتي اشتري. اه بالظبط، يعني هو كده كده المهتم اكتر هو اللي هيدخل يعني. مش كل الناس هتدخل، فلازم تكون عارف ده. ولا كل مرة تنزل فيديو هيجيب فيوز، عشان برضو الحاجتين دول بيخلوا الناس خايفة، او اللي هو محبطة من النتائج اللي بيشوفوها، ان مش كل الحاجات اللي بتنزلها هتجيب فيوز حلو قوي. ولا سيلز برضه. يعني انا في فيديوهات كتير كنت منزلها جدا وبذلت فيها مجهود قوي جدا وما لقيتش منها نتيجة، وفيديوهات عمري ما كنت اتوقع ان هي تجيب فيوز ولا سيلز جابت فعلا. فاهم حاجة التجربة. اه كده كده. ماشي. احنا النهارده كان معانا ابراهيم صاحب اكس كار تاجز. قولوا يعني ان شاء الله كده يبتدي كونسلتيشنز، لو انتوا حابين، لو انتوا عاوزين نشجعه يبدأ حاجة زي كونسلتيشنز ممكن يبتدي يخش في الحتة دي. ان فلو انتوا حابين شاء حاجة الله. زي كده اكتبوا تحت في الكومنتس. وقولوا لي برضو لو انتم عاوزين حد تاني او في حتة نيش معين او حاجة مختلفة في الكومنتس. وقولوا لي طبعا ايه رأيكم، دي كانت اول مرة نعمل حاجة زي كده في الشانل. وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.